النهارده هعمل معاكم طريقه البطاطس المحمره بالكريمه والجبن، طريقه جديده ما اتعملتش قبل كده، ان شاء الله تعجبكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناه. اول حاجه هنعملها هنجيب كيلو من البطاطس الصغيره، هنقشرها ونغسلها ونعدي سن السكينه جواها عشان واحنا بنحمرها السوا يوصل جواها. بعد كده هنجيب الطاسه بتاعتنا هنحط فيها زيت غزير. اول ما الزيت يسخن معانا هننزل بالبطاطس ونسيبها لغايه لما تاخد اللون الذهبي معانا. بعد كده هنقلبها على الجنب التاني تتحمر وتاخد اللون الذهبي. المرحله دي مهمه قوي في تسويه البطاطس لان البطاطس هنا مش متقطعه معانا. هنا وصلنا لمرحله ان البطاطس اتحمرت وخدت اللون الذهبي من ناحيتين وهنبتدي نطلعها. هنجيب الطاسه بتاعتنا هنحط فيها معلقه من الزبده او السمنه. اول ما تسيح معانا هننزل باربع فصوص توم مهروسين. احنا عايزين هنا التوم مهروس ما يبقاش متقطع عشان ما تبقاش قطع التوم ظاهره في الكريمه. هنضيف على التوم كوبايه من الكريمه. بعد كده هنضيف التوابل بتاعتنا، نص معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود والبابريكا والزعتر، ونص معلقه من الاورجانو حسب الرغبه. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض. بعد كده هنضيف عليهم 3 معالق من الجبنه الكريمي الساده وكوبايه من الجبنه الموتزاريلا، ونقلبهم لغايه ما الجبنه الموتزاريلا تبتدي تدوب في الكريمه معانا. الجبن مع الكريمه بتدي طعم حلو قوي وجديد للبطاطس. هنا خلاص الجبنه الموتزاريلا دابت معانا، هنبتدي ننزل بالبطاطس عليها ونسيبها تاخد غلوه عشان تاخد من طعم الكريمه والجبن. بعد كده نقلبها على الناحيه التانية تاخد غلوه تانية عشان تاخد من نفس الطعم. وبطريقة سهلة خلصت معانا طريقة البطاطس المحمرة بالكريمة والجبن. ممكن تاكلوها كمقبلات أو تاكلوها جنب الرز. جربوها وابعتولي في الكومنتات، وبالهنا والشفا.